صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل، مهما كان، مهما كانت الظروف. لأن ربنا موجود، والأمل في ربنا، وربنا فوق الكل وعادل. عمركم سألتوا نفسكم ليه إخواتنا البعدة ولاد العم اللي ما يتسموا بينشنوا على الأطفال؟ الناس دي مش صدفة إن كمية الأطفال دي تموت وبيعتقلوا أطفال ليه؟ هو طبعا فكره الخنزيري القردي المتخلف مفهمه ان هو لما ابتدي بالاطفال فانا هفني السلالة دي، هعمل فناء للسلالة، فانا اخلص على اللي طالع، اخوف الناس برضو على اولادهم. دي حتة عاطفية شوية، اللي هو اعز، يعني مفيش اعز من ولادك. فلما تلاقي ولادك بيتهددوا تخاف انت رخر تعمل حاجة وتسمع الكلام، وبالتالي اعمل اللي هو ايه، الجينوسايد، او زي ما اباده عنصريه. ده مستوى تفكير خنزيري ضئيل جدا. طبعا هو مش فارق معاهم صورتهم قدام العالم، دي ناس جبلات وجلدها تخن الرصيف، تخن بردورة الرصيف. مفيهاش معاهم، لا بيهمهم شكل ولا نيلة. ده بالعكس، ده ملوك الكذب. ما علينا يعني. بغبائهم اوحش حاجة ان ربنا يسلط على واحد عقله. انت لما عملت كده، ومش دلوقتي بس في غزة، على مدى السنين اللي فاتت عملت تدريب وتنشئة لجيل من السائرين اللي ما بيخافوش من وهم سنة. يعني انت بدل ما تعمل اللي انت عايزه اتقلب عليك. الاهالي ادينا شايفين ما شاء الله، الله اكبر على الثبات والايمان، وهم بيودعوا ولادهم كأن هم بيودوهم المدرسة. فانت عملت جيل من الثائرين والصامدين، والناس من الاخر اللي قلبها ميت. دول الاهالي. الاطفال بقى دول بقوا متدربين من وهم صغيرين ان هم ياكلوا الاخضر واليابس. فانت حضرت الجن ومش هتعرف تصرفه، هو اللي هيصرفك. ان شاء الله ان شاء الله منصورين باذن الله، طول ما الناس دي عندها الايمان ده. وربنا يقوينا بس نبقى نصهم ونعرف نقف جنبهم، ويوحد العرب وينصرنا. وصباح السعادة.